ليلة امتحان مختلفة عن اي امتحان انت دخلته قبل كده. حضرتك لو محول من ناشونال او حتى لو انت جاي في الامريكان سيستم بس اول مرة تخش EST وسات او اكت، الامتحان ده التحضير بتاع ليلة الامتحان بتاعه مختلف عن اي امتحان تاني. اغلب الامتحان اللي انت حضرتها كانت بتعتمد على الميمورايزيشن وانك انت تفتكر المعلومة. افتكر كويس قوي ان امتحاناتك سواء انت داخل EST بكرة او اكت بكرة او بعد بكرة ما بتعتمدش على الموضوع ده خالص، وانما بتعتمد على انك انت في الامتحان تعرف تستهدى بالله وتقعد تفكر. يعني ايه؟ زي ما انتوا شفتوا اكيد سواء في الريفيجنز او انت بتحل لوحدك، انك انت في الانجليش مثلا في questions كتيره بتقعد تفكر بتeliminate answers، تقعد تقول مثلا والله بي ما تنفعش عشان السبب ده، دي برضو ما تنفعش for the same reason، طيب A ولا C؟ والله اللي اقرب هنا A فهختار A. فالبروسيس دي اللي هي فيها تفكير محتاجة انك انت تكون مش متوتر قوي، او محتاجة انك اتليست تكون مستهدي بالله كده ورايق البال. فازاي اوصل لروقان البال ده؟ انا هقولك دلوقتي 4 حاجات تعملهم. يمكن اهم حاجة هسيبها للاخر لانها طويلة شوية صغيرين. اول حاجة ودي المهمة، اقفل كل الريفيجنز الساعة 8-9 بالليل بالكتير. بعد الوقت ده الله يكرمك ما تراجعش حتى من دلوقتي. يعني انا دلوقتي انت لو عايز تراجع حاجة هقولك راجع حاجة بعينها انت متأكد انك محتاج تراجعها او تبص عليها بسرعة. لكن لو انت مفيش حاجة بحد ذاتها حابب تبص عليها، اقفل الريفيجنز بالكتير على الساعة 7 الساعة 8 الساعة 9، لان ده في الاول وفي الاخر زي ما اتفقنا انت عايز تتجنب كل العوامل اللي تخليك متوتر في الامتحان. فاول حاجه انصحك بيها اقفل الريفيجنز ماكسيموم على الساعه 8 او 9 بالليل. افتكر كويس قوي ان ده مش امتحان بيعتمد على الميموري، وانما امتحان بيعتمد على انك انت تعرف يعني تإليمينيت بمزاج رايق زي ما بيقولوا في الامتحان. فاول حاجه ما تعملش بقى زي ما كنا بنعمل في امتحانات المدرسه ونقعد نراجع ونذاكر لحد اخر ثانيه ونذاكر ليله الامتحان الصبح. لا يا باشا، افتكر ان ده امتحان عايز روقان، فانت ما تراجعليش النهارده بعد الساعه 8-9، وبكره الصبح مش محتاج اقول لك اوعى 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 تفتح كتاب قبل الامتحان. طيب امال انا هعمل ايه؟ بص يا باشا، اول حاجه انت محتاج تعملها بعد الساعه 8-9 بالليل دي اخرج حاجه حلوه، كل اكله حلوه. تمام، سواء بقى هتخرج بره تاكل مع اصحابك مع اهلك، او سواء هتطلب فاست فود ومثلا تقعد تاكله في البيت، لكن كلك حاجه حلوه. فاهمين الفكره؟ اهم حاجه ما تاكلش حاجه تبقى تقيله قوي. يعني انا كان في غلطه كنت بعملها دايما في الامتحانات، ان انا ليله امتحان الساعات كنت اقوم واكل مثلا من ممكن الناس في السعوديه تبقى عارفه المطعم ده تاكو هات، ده تقيل جدا، وكنت اقضي 3/4 ساعه حلوين في الحمام مثلا. تمام، فما تاكلش حاجه تجيب لك مغص، ما تاكلش حاجه تبقى تقيله عليك. بعد ما تخرج الخروجه الحلوه دي قضي لك ساعتين مثلا في الخروجه دي. لما تروح البيت حاجه مهمه قوي قوي قوي، صلي ركعتين، صلي ركعتين، ادعي ربنا يوفقك للخير. وافتكر كويس جدا 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 ان في فرق بين ان ربنا يوفقني للي انا بفكر فيه او ان ربنا يوفقني اللي فيه الخير. محدش مننا يا شباب يعرف الخير فين، وانا اعرف دكاتره كتير مثلا عشان الناس بتبص للطب ان هي قمه هرم الكاريرز، كارهين الطب على اليوم اللي دخلوا فيه طب، بينما ناس تانية انا دفعتنا كنا متخيلين ان هم هيبقوا فاشلين جدا لان هم دراسيا ما كانوش بيجيبوا درجات حلوة. سبحان الله ربنا كرمهم كرم عمر ما حد كان يتخيله. تمام، ففي فرق كبير قوي بين انك انت تروح للي انت عايزه وتروح للي ربنا عارف ان فيه الخير ليك. فليلة الامتحان دي انت تدعي كويس جدا ان ربنا يوفقك ركعتين حلوين كده، وادعي ان ربنا يوفقك للي فيه الخير ليك. تمام. طيب يوم الامتحان الصبح بقى انا هعمل ايه؟ يوم الامتحان الصبح افطر فطار يكون خفيف وفي انرجي كويسه. زي ايه؟ ماي جو تو ميل في العادي يوم افطار الامتحان الصبح كنت بفطر ساندوتشين بطاطس. ليه؟ البطاطس انا شايف انها كاربوهيدراتس فهتديك انرجي، وفي نفس الوقت كاربوهيدراتس خفيفه. يعني في حاجات مثلا زي الفول والطعميه على فكره دي كلها كاربوهيدراتس، بس طبعا لو اكلت سندوتشين فول ودخلت تمتحن انت هتطب ميت على طول. فاهمين الفكره؟ فخد حاجه كاربوهيدراتس خفيفه زي مثلا ساندوتشين بطاطس قبل الامتحان، preferably ب 1 اور 2 hours حاجه كده. و لازم يبقى عندك حاجه زي حاجه انت اعمل حاجه انت بتحبها. يعني انا عن نفسي كان مثلا في فيديوز كنت بحب اتفرج عليها قبل الامتحان، فيديو مثلا من شو انا كنت بحبه جدا، كل ما اشوفه انا كنت ببتسم صراحه. فكنت ببقى متفرج على الحلقه دي قبل ما اخش الامتحان وانا باكل ساندوتش بطاطس، بعدين اروح اللجنه كوبايه نسكافيه صغيره قبل ما اخش واروح امتحن، والحمد لله كان الموضوع ده بيعمل معايا عجايب. تمام. طيب بعد الامتحان اعمل ايه؟ بعد الامتحان انا رايي اخرج تاني.
لمدة اسبوع بعد الامتحان اقفل ما له علاقة بالمذاكرة. وربنا يوفقكم يا شباب ان شاء الله، واشوفكم قريب باذن الله. السلام عليكم.